الكردستاني مو موجود حزب هذا الحزب الديمقراطي الكردي كلنا الوزاره وحدة ديمقراطية لازم يكون يمكن تمكينا فهو ممكن. فكلمة التمكين هو القدرة على الشيء أو السيطرة على الشيء. أو في البداية ارتبط هذا المفهوم بالحركات الوطنية التي تنادي بالحقوق المدنية والحقوق الأساسية للمواطنين. في البداية خرج مصطلح التحقيق مرتبط بهذا المفهوم، مفهوم إنه كيف الفرد أو الجماعة يطالب بحقوقه المدنية وحقوقه الأساسية. طبعا طور هذا المفهوم يشمل مجالات كثيرة، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الاجتماعي، المجال الحقوقي وحتى المجال الإداري. طبعا دائما يعني هلا اذا جميع انواع التمكين اذا قلنا انه الكل مرتبط مع بعض ويعني الكل يساعد بعض، الكل يكون دعم للثاني. هلا التمكين السياسي هو يصب في تغيير القوانين ضمن المجتمع. طبعا المرأة إذا ما كانت مصدر قرار أو إذا ما كانت في إحدى مراكز تتبوأ مراكز القرار مستحيل تلعب دورة وتمارس دورة طبيعية ضمن السياسة. طبعا المرأة عندما تتبوأ المراكز القرار فيها تغير القوانين السياسية. طبعا مشان هيك يعني كثير من دول العالم يركزوا على كوتة المرأة بالبرلمانات والمجالس. هي مهمة كثير، وخصوصا نحن كنساء لازم يكون احد اهدافنا من الناحية السياسية، خصوصا والله النساء السياسيات ما شاء الله انتم يعني اهدافكم اول شيء تتركز على تغيير القوانين الخاصة بالمرأة والطفل والعائلة. رفيقاتي العزيزات، التأهيل ياخذ مجال واحد، التأهيل ياخذ باتجاه واحد. كيف يعني؟ هلا مثل ما اشرت الى مثال، مثلا قلنا مشروع محور الأمية في ريف الجزيرة، مثلا خلال 2021 الى 2025 لازم ما تضل ولا امرأة مثلا غير متعلمة بريف الجزيرة. مثلا هذا مشروع. شو الهدف من تأهيل المرأة من الناحية التعليمية؟ شو بدي اعمل؟ اعداد برامج لمحور الأمية، يعني بدي اجيب كادر تعليمي، بدي اجيب كل الوسائل اللي بالفعل اقدر اعمل هذا المشروع. الهدف منها خلق بنية تعليمية متوازية وإعادة دمج المرأة في النظام التعليمي. فهذا بيكون من ناحية تأهيل المرأة. هلا في عندنا مثلا بتأهيل بالسجون. في عندنا تأهيل السجون. كيف بيكون تأهيل السجون؟ مثلا في شخص عمره 15 سنة وارتكب جريمة قتل، مثلا عمره قاصر، أو عمره مثلا 18 سنة، أو يعني حكم ب 15 سنة أو حكم ب 20 سنة. فهذا الإنسان لما يطلع أعلمه بالسجن يعني في ورشات خياطة، في حلاقة، في النجارية، يعني في أشغال يدوية، في أمور كثيرة أنا أقدر مثلا من خلالها أعلم هذا الشخص. التأهيل هو تأهيل بيكون ضمن السجون. أما التمكين فهو أعم وأشمل لأنه يتناول كافة الجوانب. طبعا يعني نحن رح نقول التمكين هو زيادة القدرة الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، والقدرة على اتخاذ القرارات أو مثلا عندي يكون كذا خيار، أقدر أنا أتخذ الخيار المناسب إذا أكون سياسية ناجحة وما أعرف القوانين. وفي ذات الوقت مستحيل أكون سياسية ناجحة
الاجتماعية. طبعا حتى من الناحية مثلا مخي انه يعني اشتغل في ناحية سياسية، عندي مثلا بالبيت مرة كذا شغلة، ومن الناحية الاقتصادية داعم اساسي للثاني. عنصر التنمية المستدامة للمرأة بحيث تكون التنمية نابعة من النقطة الإيجابية. وقد تطور مفهوم تمكين المرأة في مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ظهر مفهوم التمكين في نهاية التسعينيات القرن العشرين ويستخدم بكثرة في سياسات وبرامج معظم المنظمات غير الحكومية لأنها أكثر المفاهيم اعترافا بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية. السياسة رح تكون معها الأساس بعد. نفس الشيء ضمن إطار الأسرة، إذا المرأة هي ضمن تربيتها ما أعطت الحرية للبنت تعبر عن رأيها ويكون لها دور بالبيت وخارج البيت، كمان هذا رح يأثر مستقبلا على مستوى وعيها. أنا ما بدي أطول في كثير من النقاط لازم نحن نسأل اللي هي الثقافة تفضل المرأة للمرأة. لما تكون المرأة قادرة لازم أنا أشجعها وآخذ منها وأستفيد منها، لكن أهم نقطة إنه صار الرجل يتقبل إنه في امرأة رئاسة مشتركة. أنا ضمن نطاق عملي بالدولة وضمن نطاق عملي بالمؤسسات كثير من الرجال يرفضون يكونوا في عمل وتكون المرأة هي المدير، لكن هلا صار يعني إنه ثقافة موجودة. لأن المرأة هي لحالها الاقتصاد كله بإيد المرأة بالبيت، هي عم بتدير البيت. الرجل بيطلع لبرا بيجيب المصاري، بس هي طلبات يعني البيت هي عم تأمن وهي عم بتدير، هي عم بتدير. هاي نقطة كثير مهمة، معناتها عندنا المرأة لديها إبداع كثير. ومسألة الوعي وتطوير الشخصي ما بدها مصاري، ما بدها مصاري. يعني نحن هلا وصلنا لعصر التكنيك، كل شيء ببيتنا موجود، تلفزيون موجود، جرايد موجود، انترنت موجود. إذا طلعنا على هذا الكلام رح نوصل للشيء، شخصيتنا رح توصل. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استمدت الكثير من المعاهدات الدولية والصكوك الإقليمية والدساتير الوطنية والمحلية، وكذلك المدونات القانونية أخذت كثير من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ليش؟ لأن ما يتضمنه الإعلان العالمي من الحقوق والحريات الأساسية لأي فرد وين ما كان هذا الشخص، سواء بجنوب افريقيا ولا سواء بشمال شرق سوريا ولا سواء باوروبا ولا سواء باسكيمو، انه هاي الحقوق هي متاصله لاي شخص انه يكون على الارض، وهي غير قابله للتجزئه وغير قابله للتصرف. العناء والتي اصبحت فيما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان كانت موضع نظر في الدوره الاولى للجمعيه العامه عام 1946، ثم تم تفويض اعضاء مكتب لجنه حقوق الانسان في 47